لفيتني كالطفل عاطفة فإذا به كالغيث ينسكب. أما الآن ومع مسرحية ضوء وحيد. الحياة السعيدة قد تتوقف فجأة، قد يحل الظلام بدون استئذان. الغروب القصير شمس السعادة يؤذن بحدث ما، يكسر الأحلام ويمزق الأمل. وعندما تنزل الأقدار من السماء فما على الناس إلا احتضانها، حتى لو امتلأت بالأشواك، الأشواك التي ترمينا إلى المجهول. حيث اجتمع الألم والمصيبة كفكي كرماشة. يا سامي يا حنين، تعال تعال نسوسر. تعال تعال هنا يا حنين. وقفيك هنا كده. ايوه جالسة تخيبلي. أيامش اللي كنتي بتعيشها خلاص ماتت، موت أبو شمش. بطلي حقش الخبالة هذه، يلا قومي تمهري. هيا فيسع. يوه ما لها، أقول لك قومي بعد تمهري. هيا اخطي انتي وحقش هذا الخبالة، يلا قومي. أنت ما تفهم، قلت لك بعهانة مش داخل المدرسة. سامي البيض الحامي، البيض ب50 وهذا أحسن بيض وأكبر بيض. سامي البيض الحامي يا بنات بيض حامي. كم البيض؟ 50. قال من 50 صغار. من هذول أكبر بيض. ما عندك الباس. ما يقول لك أكبر بيض من أصغر بيض. البسوا عليا. سلام يا عم. سلام يا عم. تعال حساب ناخذ حبة بيض. أية حساب، هذا حق الحماية. عدو استحساء.
ايش تسوي هنا؟ مالي مرة كنت قاعد تخصم مدرسة؟ يلا خرج. السلام ورحمة الله. سامي بدل وتعال. سامي رفع عولاه وجبت الطنقلوس وفرغت الزيت.
سامي، مالك ما مشلان ومالك شارد؟ ولا شي، لا تشغلش بالك. شكلك متعب. كيف كان اليوم العمل معك؟ الحمد لله. وانتي كيف عمل البيت معك؟ أتعب. عمتي تركت كل المهراء علي، وعمي لعب بسأل علينا ورحنا عيال أخوه. عمي نسي ان احنا يتام وان احنا في ذمته. يا سامي، تذكر أمي وأبي لما كانوا يدلعونا ويخافوا علينا؟ الله يرحمهم. سامي، شي حاجة. اليوم شفت خروج بنت عمي كان في يدها دفاتر وأقلام وألوان. تذكرت لما كنت في المدرسة. ايش ادرس يا سامي؟ ولا يهمش، قطوع حاكي عمي واخلي درسيش في نفس المدرسة اللي في درس فيها خلود. صدق يا سامي؟ صدق. الآن نزلي نامي. الله يحفظك يا سامي ولا يحرمني منك. يلا هي ننزل ننام. سامي، يلا الوقت تأخر. صبوح عشان تروح العمل. يلا. سامي، مالك ما بتصبحش؟ معك عمل اتأخر. يا عم حنين. مالها حنين؟ اشتريت تسجلها في نفس المدرسة اللي تدرس فيها خلود. انه ابي الله يرحمه كان يحب ان احنا نكمل دراستنا، لكن خلاص انا سأشتغل وحنين تكمل دراستها. خير ان شاء الله، ما يقع الا خير. اصطبح ذا الحين والحق عملك. حنين، هات البيض والكوفية. يلا عشان حسنا. البيض سامي، البيض كم البيض؟ الثلاث.
حامي حامي هذول أحسن بيض. الثلاثة. علشان هذا أنا أكسلك من كل حبة 10. يلا دي 3. بسم الله الرحمن الرحيم. الثلاثة. سكرة بدل. راجع. وهذا البيض. اسلام. هذا البيض. سامي البيض الحامي. البيض من اشتي بيض من 50. هذول احسن بيض. البيض هذول احسن بيض من 50. البيض حامي. البيض حامي. والبيض. على فكرة خير. أنا قررت إن حنين أدرس مع خلود. ما هذا الكلام حقك مالك بتزيد لهم الدلع عيال اخوك هكذا. خلي الدلع هذا والحنان اللي بتحن عليهم لبنتك وزوجتك هم احق به. لا بطل يحكش الجنان. أنا سامي طلب مني هذا الطلب وأنا لا يمكن أرفض هذا الطلب. ولا ما تقدرش ترفض له. أنت أكثر واحدة أعرف إن أنا بعد ما توقفت عن عملي ما بيشقى عني من له. وهو لا عيال أخي المرحوم الله يرحمه. هي ناهي. أيوة. ومن اشتغل لك في المطبخ ومن ينظف ويطبخ ويكنس وانت دارن ظهري بيوجعني وما اقدرش اوقف خيرات او تشنجس لك ساعه واقفه وظهري يوجعني. خاف الله يا رجال فيني. طيب هذا مش مشكلة. حنين تكون تعمل عمل البيت كله وبعدين تروح المدرسة. اذا كذا تمام ما عندش مانع. بعدين لا تنسيش ان احنا مستفيدين من الاثنين. كيف؟ سامي بيشقى علينا وحنين عاد انتبه لبنتنا خلود في المدرسة. ما فكرة. ونكون ضربنا عصفورا بحجر. اذا كذا لا بعدك. وهكذا لا استغنينا عن خدماتهم ولا غثيناهم. سامي جيب الخلقة يا ابني. سامي تعال. انت بس يا ابني وش عنصر؟ ايش يشوفك شارد؟ في شي شاغلك؟ خلاص يا عم لا تفكر. شوف يا ابني الله ما رزقنيش بولد لكن الله عوضني فيه. الله يحفظك يا عنصر. اعتبرني مثل ابوك وانا اعتبرك مثل ابني، واذا في شيء ولا شيء كلمتني تمام؟
حاضر يا عم. هذا حيكون وعد منك ها؟ وعد معك. ايش اسمك؟ حنين. ليش مش لابسة زي حنين؟ خلاص روحي وما ترجعيش الا بالزي. حنين حنين ايوه جيبي لي الشاي سريع. حاضر. تسلم يا سامي تسلم. سامي ايش فيك؟ في شيء؟ ولا في شيء عم، لا تشغلش بالك. اكيد في حاجة يا سامي. انت وعدتني المرة الاول انك بتكلمني اذا في حاجة. ضروري تكلمني. يا عم حنين اختي. حنين انا شارو. ايش هيك؟ من بكره مش هروح المدرسة. ليش؟ لأن الأستاذة قالت لي ما تجيش المدرسة إلا بالزي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يحفظك الحمد لله. وين الغيبة هذا الأيام ما عم بسلكش؟ خليها على الله، بعد ما توقفنا عن العمل جالسين في البيت. خير إن شاء الله. ما بلا معي الولد. هذا ابنك ما شاء الله. لا هذا ابن أخي الله يرحمه. الله يرحمه. أصلا أبوه وأمه توفوا في حادث سيارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوه جالس وأخته عندي في البيت، وأنت كنت داري كيف الظروف. أيوه. قلت ادي له عندك لو ورشد تبسل أي عمل هانا ما شركن عليه إلا عندك أنت، وقعدوا تكسب في أجر والكل. بس عاد صغير. خليها على الله، والله انقدوا الصدق. خير إن شاء الله خير. سامي بدل ملابسك تعال معي. لا نعم. تعالوا ما عليك. لا نعم.
نروح أنا وأنت نشتري زي لحني. اعتبر هذا دين عندي أنا. يلا يلا اطلع بسرعة. اطلع تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. خير يا سامي، ما قد معانا؟ يا عمي خلي حنين جهاز يجي لهذا الحين أنا وعمي صادق نصير نشتري الهزي. طيب كلمت عمك؟ أنا شحاتي. حنين حنين. أيوة. يلا في ساعة قومي مشطي شعرش وغيري ملابسش، أخوش عيجي يشلش. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا أمورة؟ الحمد لله. تمام. تمام. شكرا جزيلا. عفوا. العافية إن شاء الله. ما شاء الله. يلا تسلم يا عم صادق. يلا مع السلامة يا أمورة. حنين. يا سامي جيب الميزان يا ولدي. يا سامي كيف كانت الدراسة مع حنين؟
ليش؟ ما السبب؟ إني عمتي سيحاسبك حنين قالت لا ما تروح المدرسة إلا بعد ما تكمل عمل البيت. اسمع يا ابني، ليش ما كنت تساعد حنين بالليل؟ كملوا عمل البيت علشان حنين تبكر الصباح. تمام؟ يلا الله يسمحك. تفضلي يا حنين. المطرقة والكير. الحلاق. المقص والمشط. شاطرة حنين. بنت أخي سامي. ساعة نصير الرياضة.
وصلت الدعوة ونسيت. لا خلنا نلحق فيها اليوم. لكن الأيام بقدر ما تحمل من أعباء يأتي الله مع كل عسرة يسرة، ويأتي بمن يقف إلى جوارك ما لم يخطر في بالك. لقد كان أخي ولعم صادق هم الضوء الوحيد. ما أجمل هذه المسرحية وما أروع هذا الأداء. نشكر هذين الطفلين على هذا الأداء الرائع. ننتقل نحن وإياكم أيها الحضور الجميل إلى فقرة تكريم الطلاب الأول. في الصف الثاني الحاصل على الترتيب الأول عبد الرحمن أسامة علي، والحاصل على الترتيب الثاني خالد عبد الله مطهر، نورة علي طاهر. والآن وصلنا إلى صاحبة المركز الثاني في الصف الخامس والمشاركة في مسرحية ضوء وحيد، الطالبة حنين محمد توفيق. وفي المركز الثالث الطالبة سارة عبد الله سيف. أما في الصف السادس فالحاصلة على الترتيب الأول وردة علي جميل، والحاصلة على الترتيب الثاني لجين عبد الرحمن فيصل، والحاصل على الترتيب الثاني في الصف السابع والمشارك في مسرحية ضوء وحيد الطالب المبدع سامي محمد توفيق. سامي كيفك؟ بس كيف فهمني؟ مش كان سامي يبيع بيض الصباح وكان يشتغل عندك النهار، كيف درس؟ أنا ساعدتك مع سامي، بنجر لك زي مع حنين. تمام، من بكرة بسجلك في المدرسة وبتدرس من الظهر لا بعد العصر، ومن بعد العصر تعال كمل عملك عندي، وكذا حلينا المشكلة، وكذا ما بيدرش عمك. تمام، خلاص حليناها. ده حق الزين، شكرا جزيلا. سامي روح بس كتبك وذاكر. كيف في عمل اليوم؟ يا عم انت تجملت معي كثير وانا ايش ارجع لك جمالك. روح ذاكر وبس، واجتهد بدراستك. الله يبارك فيك. يلا بطل. وهذه كانت رغبتي وحلمي،
واحنا لا نكون شعائق امام طموحاتهم. الله يبارك فيك. أخيرا أيها الحضور الكريم، اسمحوا لنا بالتقاط صورة تذكارية مع أبطال مسرحية ضوء وحيد ومع الطفلين حنين وسامي محمد توفيق. لذا نطلب من أسرة الطفلين الصعود إلى المسرح لالتقاط الصورة التذكارية. رفعت راسي، ما كنت متوقع انك بتدرس وبتشتغل، لكن الله يبارك فيك. سامحيني يا حنين، تعبتك معي وكنت قاسية معك. عادي مش مشكلة. ما شاء الله عليك، رفعتي راسي، أنا فخورة فيك ما شاء الله.